رابع يوم في نظام اللو كارب لمدة أسبوع. النظام مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين وخمول الغدة وتكيسات المبايض. اليوم فطورنا كان عبارة عن سلطة بالبيض المسلوق. السلطة بتتكون من خيار وخس وأفوكادو وبصل أخضر وجبنة فيتا ملعقة وملح وفلفل وعصرة ليمون وشطة خضراء وملعقتين من الزبادي اليوناني. السلطة كان مختلفة شوية بس كان رهيبة شديد. وآخر حاجة هنحط البيض المسلوق، كان عبارة عن بيضتين. صراحة كان طعمه رهيب شديد وإحنا لازم نغير عشان ما نزهق. وكان طبعا الفطور ده عالي بالبروتين وما حيرفع سكر الدم وخطير. وعملنا على رشة من السمسم ورشة من بذور اليخطين، كمان بده إحساس بالشبع لفترة طويلة ومفيدين شديد، فجربوها وادونا رأيكم. الغدا بتاعنا كان عبارة عن باذنجان، عملنا عليه صوص رهيب حتشوفوه. ونشوف الخطوات. أول شي جبنا باذنجان، طبعا بعد ما غسلناه كويس جيت قطعته بالشكل ده. عملت له فراغات، وبعد كده رصيته في صينية تدخل الفرن، واديته رشة من الملح ومسحته بمسحة من زيت الزيتون. دخلته الفرن درجة حرارة 220 لمدة 20 دقيقة تحت و10 دقايق فوق. بعد كده جيت عملت دجاج بالمشروم والكريمة. أول شي نزلت حوالي ملعقة إلا 3 زيت زيتون وقلبت عليهم الدجاج وضفت له البهارات زي ما موضحة في الفيديو. بعد كده جيت نزلت حوالي ملعقة من زيت الزيتون ونزلت عليها المشروم وقلبتها مع بعض لحد ما يدبل شوية. وآخر حاجة أضفت حوالي ربع كوب من الكريمة. صراحة طبعا هي زي كده بتتأكل لأنها رهيبة شديد. كده عملت الخلطة دي، حشيتها بالباذنجان بعد ما طلعته من الفرن. يعني ممكن نشيل الحشو بتاعت الباذنجان، لكن أنا عايزاه إضافة للفايدة حخليها. حشيت عليها الدجاج بالمشروم وضفت لها موزاريلا لايت ودخلتها الفرن حوالي 10 دقايق تحت الشواية بس وقدمها بالعافية. رهيبة شديد صراحة، جربوها. أنا بديكم وصفات صحية وسهلة ولذيذة شديد. ما تنسوا تعملوا لي متابعة ولايكات كتيرة وتتفاعلوا معي في التعليقات. يلا أشوفكم في أمان الله، مع السلامة.